ازيكم اصحابي؟ النهارده انا جايه لكم بفكره جديده هعملها معاكم في المطبخ. وهي فكره تنظيميه وترتيبيه اكتر منها. تعالوا مش هنتكلم كتير، هوريكم عملي اكتر. بصوا، دي الضلفه بتاعه الاجهزه اللي بستخدمها تقريبا يوميا: الخلاط، المضرب الكهرباء، ده كده، آه، الكبة كده من ورا. بس للأسف زي ما انتوا شايفين كده، عشان الضلفة صغيرة وفيها أجهزة كتير فبتتدربك مني بسرعة. يعني مثلا هنا أنا حاطة، شايفين العجان بالأسلحة بتاعته، بالحاجة بتاعته دي كده، اللي هي المفروض تبقى هنا. وهو المفروض ليه ستاند، بس علشان المكان صغير أنا مش حاطاه بالستاند، بشتغل بيه كده. بس بصراحة يعني بيبقى الدنيا متدربكة برضو. فأنا فكرت في فكرة حلوة جدا. طبعا انتوا عارفين شركة ايكيا، مش محتاجة اقول لكم عليها. طبعا عارفين ايكيا انها بتقدم حلول للاماكن الصغيرة والضيقة، وفيها افكار حلوة كده جدا. فالحقيقة انا فكرت للضلفة دي في السلة دي او الباسكت ده. انا لسه ما فتحتهاش، هي لسه واصلاني حالا من يعني جات لي دلوقتي شحن. بفكر احطها فين بقى. هوريكم. احطها هنا، تتعلق هنا كده في ده، في الرف اللي فوق، وتبقى موجودة هنا محطوط فيها كل الرفايع اللي بتعمل دربكة. خليكم معايا دلوقتي هوريكم الفكرة. هي دي السلة بتاعتي اهي بعد ما فكيتها. شايفين هي دي الفكرة؟ بصوا اهي، هي مش استلس. هي انا معرفش هو استلس مطلي بحاجة ولا ايه، انا مش عارفة. هو عليها حاجة كده، مش عارفة مرشوشة ولا بس شايفين تبان انها استلس حلوة محملة. شايفين اللي هما الهوك ده وده، هما دول اللي بيدخلوا جوه الرف وتحطي فيهم الحاجة بتاعتك. خليكم معايا، انا هرص الضلفة، هفضيها الاول وانضفها بالمرة كده نظافة على السريع، وهرص الحاجة معاكم خطوة بخطوة ونشوف هتنفع ولا لا. شايفين يا بنات، دي كل الحاجة انا خلاص نزلتها من الضلفة بتاعتي. شايفين في حاجات كتير قوي، فيها الخلاط والموتور بتاعه والمطحنة بتاعته، وفي مطحنة تاني، فيها الهاند بلندر بتاعتي، الكبة الصغيرة والكبة الكبيرة والملحقات بتاعتهم كمان، وفيها العجان، وفيها اللي هو الساندويتش ميكر ده بكل الحاجات بتاعته. فكان فيها حاجات كتيرة قوي. وبالتالي بتتدربك بسرعة. يعني الحاجات الرفيعة دي انتوا عارفين بتقع ومتبقاش ثابتة مكانها، عشان كده بتتدربك بسرعة. هنضف. بصوا بقى الضلفة وهي فاضية اهي كده، اهي دي مساحتها بالظبط، وده المفرش هطلعه وانضفه وافرشه، ويلا بينا نفرش مع بعض الضلفة بتاعتي. بصوا بنات، هو ركب هنا في الرف بمنتهى السهولة اهو، ما فيهوش اي ازمة يعني اهو. هظبط بس المفرش فيه كده حركة كده، عشان لما لسه يتحط فيه الحاجات التقل يتوزن يعني. تمام. هظبط المفرش فوق وابتدي ارص فيه الحاجات الرفيعه اللي بتبهدل الضلفه معايا. انا هنا بنات خلصت. بصوا، واو واو، يعني مش قادره اقول لكم قد ايه نظمت لي الضلفه. شالت حاجات. بصوا الضلفه كانت مكعبله، حطيت هنا الخلاط ورا اهو كامل، الموتور بالدورق بتاعه، وحطيت هنا الكبه القطعتين الكبيره والصغيره، وهنا الدورق اللي هو بيبقى الطويل ده، وفي دي ورا، وحاطه كمان مضرب الكهرباء بالدورق بتاعه، وحاطه الساندوتش ميكر فيها. بقى هي في الباسكت نفسه شايله ايه؟ بصوا، شايله كل الوشوش بتاعت الساندوتش ميكر 6 اهم بالطول، كل 2 زي بعض. وشايله 2 مطحنه بتاعت الخلاط، واحده اهي وواحده ورا اللي في كيستها. وشايله الموتور بتاع الهاند بلندر، وكل الرفايع دي اهي كده. كل الرفايع اللي كانت بتعمل دربكه في الجزء اللي تحت هي شالتها. ما اكدبش عليكم، كنت جايباها وانا حاطه ايدي على قلبي. كنت حاسه ان هي مش هتكون عمليه، بس شفت افكار ليها على الفيسبوك حلوه جدا جدا. وناس استخدمتها وشكرت فيها، بس برضو خفت ما تدخلش مثلا هنا في الضلفه بتاعتي، ما تكونش عمليه واحط فيها فلوس، يعني ما تشيلش حاجات كتيره، واحط فلوس على الفاضي، يعني ارمي فيها فلوس على الفاضي. لكن بصراحه انا حبيتها قوي. ايكيا من الحاجات اللي ايكيا منتجاتها لو عرفتي تستغلي يعني حاجتها صح، منتجاتها صح، هتستفيدي جدا منها. منظمه جدا وحلوه قوي قوي قوي. انا كنت عامله ريفيو النهارده بسيط عن الرف ده. لو محتاجاه وشفتي الفكره بتاعتي ولقيتي نفسك محتاجاه لاي تنظيم معين في الدواليب المطبخ عندك، يعني انصحك بسرعه هاتيه.
هو تكلفته مش غالية، انا جايباه من بيج على الفيسبوك. بصوا انا بتعامل مع جروب على الفيسبوك، بس بصراحة لما طلبته منها كان ناقص في الشركة، فساعتها عشان كنت انا مستعجلة عليه لجأت لحاجة حد تاني بيجيب في اسكندرية يعني بيج، هما اللي جابوهولي بصراحة. لسه واصل دلوقتي حالا، دلوقتي حالا على طول صورته هو بالكيس بتاعه وصورت لكم الخطوات بتاعتي. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. استنوني في فيديو جديد، انا كمان هستناكم. باي باي.